ده الحب أيام زمان، أيام عبد الحليم وأم كلثوم. من الحب. أكيد أنتوا عارفين هنتكلم عن إيه؟ عن شعر الحب. بص يا باشا، الترند أيام زمان هو كان شعر الحب، والدليل على كده من زمان خد عندك مثال من أعظم شعراء جابتهم البشرية، وهو عنترة بن شداد، اللي ملك العرب الملك النعمان لما سمعوا حلف إن هو لو شاف عنترة وهو بيقولوا لوزن عنترة بالذهب بسبب البيت اللي هتسمعوه دلوقتي. شوفوا بقى الصياعة والشقاوة في البيت دوت اللي جمعت بين شقاوة الماضي وصياعة الحاضر. عنترة بيقول لمحبوبته عبلة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيد الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك صغرك المتبسم. الصايع بيقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، يعني يا كبير ان عنترة بيقول ان هو في عز الحرب والرقاب بتتطاير والدم في كل حتة واشجع الشجعان بيفروا من الحرب. والصايع في عز الحرب مسكتش عند هنا، ده كمل وقال بيت انقح من اللي قبله. ركز معايا عشان البيت دوت اتوزن بالذهب، ودي اصيع الابيات اللي كتبها حبيب لحبيبته. بيقول: فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك السغرك المتبسم. عنترة الصايع بيقول إن كل ما يبص لحد سيفه اللي هو أحد من حد الشعرة يفتكر شفايف عبلة اللي هي أحد من حد السيف اللي مليان بدم أعدائه. والصايع ما بيسكتش، ده بيقول: فوددت تقبيل السيوف. الصايع بعد ما وصف شفايف عبلة بحد السيف اللي مليان بالدم أعدائه وشفايفها أحمر من حمار الدم اللي موجود على السيف بتاعه، فبيكمل عنترة في الآخر وبيقول: فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارك ثغرك المتبسم. عنترة بيتمنى إن هو يبوس السيف لأنه بيفكر في شفايف عبلة اللي هو أحد من حد السيف وأحمر من حمار الدم اللي موجود على السيف اللي قتل به الأعداء في المعركة. عشان كده البيت دوت يستاهل إن هو يتوزن بماء الذهب. وعنترة أول مرة يجمع ما بين الحرب والغزل في بيت واحد، لأن من عادة الشعراء زمان إن هم لما يجي يتكلموا عن نفسهم يتكلموا عن نفسهم في الحروب، أما في العشق أو في الحب لابد أن يقف على الأطلال ويتكلم عن الجمال والورد والزرع والسماء. بص يا صاحبي، ترند أيام زمان كان شعر الغزل في كل العصور. يعني لو انت شاعر وعايز تشهر وربنا يكرمك والأمراء والخلفاء يجيبوك عشان تمدحهم كده والناس تشاور عليك وتردد كلامك وشعرك، لازم تتغزل ببنوتة جميلة وتقول فيها شعر عشان الناس تردد وراك فتتشهر وربنا يكرمك والناس تردد كلامك والخلفاء والأمراء يجيبوك عشان تمدحهم، عشان الناس عارفاك ومشهور ويدوك اعطيات وفلوس وتتغني وربنا يكرمك. فكان على الشاعر عشان يتشهر لازم يقول شعر الغزل في البنات والنساء، فده كان الترند السائد في كل العصور. وحتى تعريف الوطن لما عرفوا الأدباء والمؤرخين قالوا: هو البنات والنساء والمال والسلطان، وخير الوطن هم البنات والنساء. الإنسان أول حاجة بيطمع فيها من الوطن هو البنات والنساء، فإن أصاب منهن ذاق حلاوة الوطن فيطمح الوطن فيه. الوطن شغلته إن هو يطمع أبنائه فيه، فإن أصاب من البنات والنساء أطمعه الوطن في الغنى والمال فيخرج ليحارب عن الوطن الذي أعطاه الخير، فإن مات في سبيل الوطن، وإن عاش أصاب من مال الوطن، وإن أصاب من البنات والنساء والمال لا يتركه الوطن أبدا فيطمعه في السلطان والمنصب حتى يخرج ليحارب عن الوطن، فإن مات في سبيل الوطن الذي أعطاه الخير، وإن عاش اغتنم من الوطن المنصب والسلطان كما أصاب منه البنات والنساء والمال، حتى يبلغ الرجل سن 60 فلا يطمع فيه الوطن ولا هو يطمع في الوطن، فيتحسر على ما فات ويقول: ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أو يقول قول لبيد بن ربيعة: ولقد يئست من الحياة وطولها وسؤال الناس كيف حال لبيد. هذا هو الوطن، وأن لشخص لم يصب شيئا من وطن أن يموت من أجل وطن لم يعطيه شيئا، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوما آخرين، لقد جاءوا ظلما وزورا. عشان كده شعر الغزل هو الترند الأوحد في التاريخ، لأن الوطن هما البنات والنساء دول خير الوطن، والأرض لو كانت أرض خير
بتنبت نبتة يطمع أبناء الوطن إن هم يصيبوا منها. عشان كده لو اتجوزت أي بنوتة من أي بلد بتاخد الجنسية، لأنك كده أصبت من خير الوطن دوت، فيكون سهل عليك إن أنت تطمع في خيره أكتر، فتروح تحارب عنه، إما أن تموت عنه في سبيل الوطن اللي اداك الخير ده، وإما إن أنت تصيب منه المال. ومن أجمل تاني أبيات شعر في الغزل في التاريخ لقيس بن الملوح الذي عرف بمجنون ليلى. البيت دوت اللي برضه في رأيي إن هو تفوق على عنترة، اللي بيقول فيه: ولو كان لي قلب لعشت بواحد وتركت الآخر في هواك يعذب. أكيد سمعتوا عن قيس وليلى. أيوان، هو بقى مجنون ليلى اللي أنا بكلمكم عليه دلوقتي. قيس بن الملوح كان بيحب بنت عمه اللي هي ليلى، وقال فيها شعر. ومن عادة العرب إن الشاعر لما بيكون عنده محبوبة وبيقول فيها شعر وبيقول اسمها في الشعر، أهلها ما بيرضوش يجوزوها. ليه؟ قيس بن الملوح ما تغزلش في ليلى بس، وصف جسمها كله حتى ثدياها، فقال: تعلقت ليلى وهي غر صغيرة ولم يبدو للأطراب من ثديها حجمه. انتوا عارفين بعد الشعر دوت أبو ليلى كان رد فعله إيه؟ أبو ليلى شاف إن قيس شهر ببنته وفضحها، وبقت سيرتها على كل لسان في القبيلة، وكل من ليس له ناقة بقى يتكلم عليها، فرفض يجوزها له. فقيس زعل وتعب لدرجة إن هو مشي في الصحراء وتاه فيها، فضل يكلم نفسه ويقول شعر بيقول: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ففضل على الحالة دي كتير، ماشي في الصحراء شريد طريد يكلم نفسه ويقول الشعر في حب ليلى اللي بقت ترند. حتى الملوك أشفقوا على قيس إنهم يتدخلوا عشان يجوزوه محبوبته، لكن أبو ليلى مرضيش وجوزها. وفي ليلة ساعة برد مشي قيس بن الملوح ولقى ناس متجمعين حوالين نار وبيتدفوا، فبص في وش واحد منهم لقى جوز ليلى، فقال له أبيات شعر أصيع من الأبيات اللي قالها عنترة. قال: هلا ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاه، وهل رفت عليك قرون ليلى رفيق الأقحوانة في نداها، كأن قرنفلا وصحيق مسك وصوت الغاضيات شممنا فاها. فبص له جوزها كده وقال له: اللهم نعم. ومن كتر غيظ قيس بن الملوح مسك جمرة من النار وفضل قابض عليها لغاية ما أغمى عليه وراح عن الوعي. إنه الحب. قيس بن الملوح كان الألم اللي جواه من الحب أشد من جمرة النار، عشان كده فضل قابض عليها لغاية ما راح عن الوعي. مسكين. ثالث أجمل أبيات شعر في شعر الحب هو مسكين الضارمي. كان شاعر عاش حياته بيتغزل في البنات والنساء ويشرب الخمرة، وكان مشهور والناس كلها بتردد شعره لغاية ما تاب، والناس كلها ما صدقتش إن مسكين الضارمي يتوب، لغاية ما في مرة شاف بنوتة جميلة لابسة خمار اسود فحبها لدرجة إن هو رجع تاني يقول الشعر، فالناس ما صدقتش. مسكين الضارمي رجع تاني يقول الشعر بسبب بنوتة لابسة خمار اسود فتنته. الشيطان نفسه ما قدرش عليه، قدرت عليه بنوتة جميلة لابسة خمار اسود. بعد الأبيات ديت كل البنات اللي كانت موجودة في بغداد كلهم اشتروا الخمار الاسود ولبسوه، عشان كل واحدة فيهم كانت عايزة تكون البنوتة اللي فتنت الشعر دوت وخلته يرجع تاني يقول الشعر. وبصراحة مسكين الضارمي قال شوية أبيات لوز اللوز. الأبيات ديت فضلت ترند فترة كبيرة لدرجة إن هي غيرت الموضة في الوقت دوت. كان معروف عن البنات والستات في بغداد إن هم بيلبسوا الخمار الأبيض أو الأحمر. من بعد الشعر دوت كل البنات بقت تلبس الخمار الأسود وبقى موضة وترند، عشان كل واحدة فيهم كانت عايزة تكون البنوتة اللي غلبت الشعر دوت ورجعته للشعر تاني بعد ما تاب. والأبيات اللي قالها الشاعر: كل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه لا تقتليه بحق دين محمد. مسكين 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 الضارمي.
من أجمل الأبيات بجد. وآخر حاجة هنختم بقصة بتدلل على شعر الحب وأهميته في التاريخ. في عهد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي اللي كان بيحكم ربع الأرض، كان قاعد مع شعراء كبار، وكان قاعد قعدة شعر، وكان محضر ناقة محملة بالذهب ومزخرفة للي يقدر يقول أبيات شعر تمدحه. فكان قاعد في القعدة ديت شاعر مشهور بحبه للستات والبنات، لدرجة إن هو ما مدحش الخليفة ولا مرة ولا أي حد من الأمراء والوزراء في حياته، واقتصر شعره على البنات والستات. فبص له عبد الملك بن مروان الخليفة اللي بيحكم ربع الأرض وقال له: ألا تمتحني فتصيب من الدنيا المال أو السلطان؟ فرد عليه الشاعر وقال: لا، بل قصرت شعري على ما هو أغنى وأعظم من مدح الملوك والأمراء. فعبد الملك بن مروان قال له: إيه هو؟ فقال له: البنات والنساء. فعبد الملك بن مروان الخليفة رد عليه وقال له: ألا تكتفي بواحدة كما فعل غيرك من الشعراء؟ فرد عليه الشاعر وقال له: غيري من الشعراء قد حرموا، أما أنا فتمتع. واستفاض الشاعر وقال: وأما المال تحمله فيحمل عليك ويثقل كاهلك، وأما السلطان فلا يطلبه إلا هالك، وما حمله شخص إلا أهلكه وشب شعره وأذهب خيره. وأما البنات والنساء فما أخذوا منك إلا أعطوك ضعف ما أخذت. وانظر إلى نفسك يا أمير المؤمنين، ألم يتطاير شعرك ويشب شعرك وما زلت أنا صبيا لم يتجاوز 20؟ فنظر إليه عبد الملك بن مروان وقال له: نعم ما تمتعت وبئس ما حرمنا. كده الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة ودعمنا بلايك، واستنوا الفيديوهات الجاية عن أيام العرب. احنا بنتكلم عن الشعر وأيام العرب، والفيديو الجاي هيبقى عن شعر الحماسة والشجاعة والفخر بالنفس. احنا بننزل فيديو على القناة كل أسبوع، وكل سلسلة لها فيديو واحد في الشهر. اشتركوا في القناة ودعمونا بلايك. سلام.